السلام عليكم الاخوه والاخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده ان شاء الله. اول حاجه كنعتذر على عدم تنزيل اي فيديو هذه مده ديال عام تقريبا. فاليوم غادي نبدا معكم فيديو جديد ان شاء الله. فغادي تكون الفيديو عباره عن رسمه على ورقه، وفي الاخر ديال الفيديو غادي يكونوا مجموعه من الرسمات اللي غادي يكونوا في الورق، غادي نحطهم لكم بطريقه كيفاش تخدموا زويفات صغار ديال القهوه. غادي يكونوا بدروس ديجا حطيتهم لكم في فيديوهات سابقه عفوا. وكل صوره غادي نحط لكم عليها نفس الرقم ديال الفيديو هكذا، باش اللي بغات اي حاجه تقدر تلقاها. فهو الدرس غادي نطبقوا معكم على ورقه اليوم ان شاء الله، وفي القريب العاجل غادي نبدا نخدم سريبتات صغار او زويفات صغار. فغادي نشارك معكم الطريقه على الثوب كذلك، ولكن غنبدا معكم بالورقه، يعني نفس الشيء اللي غادي نخدموه على الورقه كنخدموه حتى على الثوب. فغادي يكون شويه ديال الاختلاف ان شاء الله منين نبدا معكم في الثوب، حيت الثوب ما غنقطعش الزيوفه زيف بزيف وعاد نخدمهم. فان شاء الله غنخلي هذا الشرح هذا الوقت ديالو ان شاء الله. فكما كتشوفوا معايا كاينه ورقه وعندي مسطره، فغادي ناخذ العبار ديالها بالعرض اللي هو عندي 19 سنتيمتر ونص، وغادي ناخذ نفس العبار في الطول اللي هو 19 سنتيمتر ونص اللي هو جايني هنا ياك. فغادي نقبط واحد القلم واحد المقص، وغادي نقطع. انا قلت لكم انك نقطع غير على حسب عندي الموديل في الورقه. فوالا دابا باش نخدمو حنايا زيف مربع اللي هو صغير، فكنخدمو غير واحد الانكار في واحد الربع في 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 الزيف عفوا، اللي كناخذوه بشكل ديال القنت، يعني هكا وهكا. فانا شنو غادي ندير؟ مثلا عندي انا زيف، عندي انا ثوب ديجا مواجد، فغنقبط انا داك الثوب غنطويه على جوج. كنهضر على الثوب، ما الورقه راه هكا على جوج، ونقبطو ثانيا نقبطو على نطويه على جوج، عاود الاتجاه الاخر اللي كيولي نطوي عندنا على 4. فكتشوفوا عندنا هنايا هاد الجهه هادي، هنا غادي ناخذوا العبر ديالنا، غادي ناخذوا المسطره وغنشوفوا شحال عندنا اصلا. عفوا انا هنا بحيث عندي صغير بزاف، يعني عندي تقريبا 9 سنتيمتر ونص. فالاتجاه الاخر غادي يكون نفس الشيء 9 سنتيمتر ونص. فاحنا عندنا هذا الزيف هذا هو العبر ديالو، يعني من طبيعه الحال الزويفات راهم كيكونوا من غير لي موشوار ديال لي بوش، هذوك اللي كيكونوا هكا صغارين بهذا القدر هذا الصغر هذا. فاحنا عندنا غادي نقولوا هذا هو العبر ديال المنديل ديالنا. من طبيعه الحال المنديل غادي يكون كبر من هكذا، فغادي نجيو غنديروا نقيطه ونفص. يعني ماشي ما احنا في الثوب ما غاديش نعلموا بنقطه، في الثوب غادي نعلموا ببانكا او بالابره اللي كنخدموا بها او بطريف ديال الخيط، غادي نزلقوه في غرزه ونعقدوه باش غيعطينا ان شاء الله. هادشي غادي نشوفوه بالتطبيق ان شاء الله في دروس ديال المنيدلات. دابا انا كنعطيكم طريقه باش تاخذوا الرسمه، الا بغيتوا تاخذوا الرسمه تخليوها عندكم في كتاب. فانا خديت عباري من هنا، فشنو غادي ندير؟ هذه مجرد ورقه انا غنخليها مطويه ولا نفتحها. ملي غادي نفتحها هكذا شفتوا غادي نكون قريبه بزاف للحاشيه، ولكن الحاشيه ما ننساش ندير حسابي على ان الحاشيه غادي تبرم تقريبا، سواء كل واحد شنو غادي يبغي يدير. كاين اللي غادي يقدر ياخذها عند صاحب الماكينه ويكفها تكفيفه رقيقه الا كان غادي يقدر يصوبوا له هذه الخدمه هذه، وكاين اللي كيحبك يعني كيبرم الثوب يحبكو. فانا غادي ندير حساب واحد السنتيمتر اللي غادي يتحبك مثلا اولا هذا، ومن تما فضروري كنخليو لي سباس، يعني ما يمكنش نجيبوا الخدمه لاصقه. فاحنا غنجيو من هذا الاتجاه هذا وغادي نقول مثلا هذا هو السنتيمتر اللي غنخليوه للحبيك وداك الشيء. فاحنا عندنا زيف، احنا عندنا زيف المينيموم اللي غادي نقدروا نخليوه تقريبا ما بين الحبيك والخدمه اللي غنخدموها هي واحد 4 سنتيمتر 4 ونص، مهم ما بين 4 حتى 5 سنتيمتر. هكا عندي 4 سنتيمتر، غنزيد شويه غادي يكون عندي 5، يعني نفس اللي غادي نخليه منا غنخليه منا. فهمنا؟ فانا هنايا غادي نخدم معكم يعني ضريس صغيور، يعني ماشي شي حاجه كثيره.
غادي ندير معكم غير واحد السليته صغيره غير باش غنبين لكم كيفاش كنخدموا كيفاش كنخدموا عفوا هاد المنيدلات. التطبيق فغادي يكون في الدروس الجايه ان شاء الله، تطبيق كل موديل بموديل ديالو، لاني من طبيعه الحال محد كي كتخدمي الموديل كبيبر شويه محد طريقه الخدمه ديالو كتختلف. فانا هنا غادي نبدا بهذا الزيكزاك اللي هو اصلا اللي كنقولوا عليه السلسله. غادي نبداه في الكوان في الركنه اللي تقريبا عندي هي هذه. فشنو عندنا اخر؟ باغ اكزومبل حنا عندنا واحد الشجيره مثلا عندها 10 ديال الغرزات في العلو ديالها، في السلسله ديال العلو ديالها. فغنجيو من هذا الركنه هذه وغنحسبوا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 وغادي ديك الساعه حنا غنحسبوا مع الخدمه ديالنا، يعني ما غاديش تكون عندنا لا نقطه ولا نص. ففي هذا غتحسبي نفس العدد الغرزات اللي غتكون عندك الشجره واقفه، غتحسبي لها 10 من هنا و10 من هنا. علاش؟ باش ملي غتبداي الشجره ديالك من هنا، حيت هنا هذه عندنا الركنه، وتجيبي الشجره الاخرى من هنا، فغيتلاقاو هنا غادي يشكلوا لك القنت. فهاد القنت اللي غيبقى لك خاوي شنو غتخدمي فيه؟ غتخدمي فيه لي ديتاي ديال الشجر الاخر، يعني فين ما وصلتي نقدروا نقولوا الانفاس هاد الغرزه هادي غادي تحبسي فين ما وصلتي. باغ اكزومبل انا غادي نجي هنايا غادي نطلع غنشوف لكم شي سلته اللي غادي نقدر نخدمها لكم ونعطيكم بها المعنى. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8. انا عندي سلسله فيها 8، يعني 1 2 3 4 5 6 7 8. هذه هي 8 جاياني هنا. الوغ فاش انا غادي نبدا الخدمه غنبداها للخارج، يعني ما نبداهاش للداخل. يعني 8 كيفاش غادي نشرحها؟ 8 ما غاديش نحسبها ونرجع ندخل لجهه الركنه، غنحسب 8 ونخرج لبرا من هذا الاتجاه نفس الشيء. 1 2 3 4 5 6 7 8 وغنخرج، ما غندخلش لجهه الركنه. فاول حاجه غادي نديرها فغنخدم السلسله اللي عندي فيها 8 ديال الغرزات. فهمنا عندنا هذه واحد، غادي نطلع بغرزه هكا. فغادي نجي غادي نخدم من جهه اليمين ديالي، انا جاياني على اليمين بهذه الطريقه هذه. فغنخدم هذيك هكذا اللي عندنا فيها واحد جوج ثلاثة، وغادي نهبط نعمر هادو جوج. بطبيعه الحال الطريقه ديال الخدمه ماشي هي الطريقه ديال التعمار. فمن هاد الجهه غنخدم نفس الشيء. ها واحد ها جوج ها ثلاثة، وغادي نعمر غير جوج. علاش؟ لان الوسطانيه ديال السلسله. غادي نجي لهنا. حنا فاش غنكونوا كنخدموا بالخيط ما غاديش نديروا هاد الخدمه اللي كنديروها بالستيلو، لان بالخيط غادي تكوني اوبليجي باش تكملي الشجره ديالك وترجعي ليها وتمشي. وهنايا ما ترجعي تخدمي هنا حتى غادي تبداي عاود السلسله الجهه ديال هنايا عاد ترجعي تخدمي هنا. فوالا. فغادي نكمل انايا هذه نكملها معكم. فعندي هنايا قلنا جاياني هنايا نيشان 8 ديال الغرزات. فغادي نطلع 8 ديال الغرزات ديالي. 1 2 3 4 5 6 7 8. فغادي نجي هنايا وغادي ندير غير واحد الاكزامبل هكا انا عطيته لكم وصافي. فمن هاد الجهه دابا حنا كنخدموا في الثوب، فغنكملوا حتى نوصلوا. مثلا حنا عندنا قلنا هذا هو الثوب هنايا على حد هنا، غنجيو للنص ديال الثوب تماما، غنجيو حتى لهنا بالخدمه، حتى لهاد النقطه هذه للنص ديال النص ديال الثوب تماما. ومن هاد الجهه نفس الشيء. وغادي غنكملوا دائما بنص الشجره، سواء نص الشجره ولا نص الساريه، كتكون دائما بالنصف. الا في بعض الحالات النادره جدا اللي راكي كتكملي بالشجره كامله على حسب الموديل اللي كتخدمي. فانا غادي نجي دابا حيت التطبيق غير بالستيلو، فغادي نجي غادي نخدم هذا باش نعطيكم الطريقه كيفاش ديروا الرشمه نقلوها عندكم. 1 2 3 وغنهبط على هاد الجوج نسدهم. هنا عندي هذا الخط وعندي هذا هكا. باش قلت لكم هنايا راهم غادي يكونوا عندكم متلاصقين، فما تخافوش منهم، يعني ما تقولوش لنا شي مشكل ولا شي حاجه، لان هذا شيء طبيعي في الركنه. فوالا. فانا عندي هذه هنايا مثلا من هنا غادي يكون عندي هذيك الطبيله ديال هكذا، عفوا الساريه اللي غادي تطلع حتى هي 8 ديال الغرزات نفس الحساب.
يعني بهذا الشكل هذا. ففي هذه الجهه هذه غادي يكون نفس الشيء. انا غنحاول نكمل معكم هذه الرسمه هذه باش تكون واضحه اكثر. عفوا البنات، انا راه درت واحد الخطا هنايا، يعني خصكم تركزوا مزيان نتوما باش ما ديروش الاخطاء. الا كان الخطا فمن طبيعه الحال غادي توليو ترجعوا تفتقوا. لان هادو خصهم يجيو انفاس مع بعضياتهم. انا هنايا درتها شويه لتحت. انتبهوا معايا، تقدر تجيكم نقولوا مثلا هنايا تجيكم التالي ديال هاد الساريه هادي يجيكم هنا، فغتضطروا انكم يا اما ديباسيو شويه باش ديروا النص ديال الشجره، يا اما تنقصوا شويه باش تجيبوا بالنص. يعني بحال مثلا نتوما تشوفوا هنايا كيفاش غادي تخرج ليا. انتبهوا، انا جاتني الساريه كامله هنايا على الحد اللي عطيتكم، جاتني الساريه كامله، وانا ما باغاش نكمل الخدمه ديالي بالساريه. علاش؟ لان الساريه عندها هاد الخويه في الوسط. دائما كنحاولوا على حسب، الا كانت الشجره اللي عندها هاد الخويه هذه فكنساليو بالساريه، كانت الساريه اللي عندها ديك الخويه فكنساليو بالشجره. دابا انا منين عندي هاد الساريه هي اللي عندها ديك الخويه في الوسط فما بغيتش نكمل بها، بغيت نكمل بالشجره. هكذا يعني هذا صافي، هذه هي هنايا النهايه ديال الخدمه ديالي. فغادي ندير معكم حتى الجهه الاخرى بنفس الطريقه. دائما كيكون الحساب، يعني راه طرز سميتو طرز الحساب، يعني كلشي فيه بالحساب، ما كتفولتو حتى غرزه، لانكم الا فلتو غير وحده صافي ضاع لكم كلشي. بهذا الشكل غادي تقدروا تهزوا حتى كيفاش تنقلوا الموديل عندكم. اللي غيعجبكم واحد الموديل ما عندكمش الوقت باش تنقلوه على الثوب، بهذا الشكل كتنقلوه على ورقه كيبقى عندكم الموديل. ما تضطروش انكم فين ما تبغيو شي حاجه تجلسوا تقلبوا عليها، لان احيانا حتى محركات البحث ما كتطلعلكش داكشي اللي بغيتي. احيانا الانسان ما كتكونش عنده دائما الكونيكسيون باش يقلب في يوتيوب ولا في جوجل، تكون عندك غير كونيكسيون واتساب فيسبوك، فاحيانا ما كتلقايش كلشي. انتبهوا حتى من هنا تسالات لي بنفس الشيء، يعني نفس النقطه نفس البلاصه. وانا اصلا خصني نسالي كيف ما ساليت القنت الاخر نسالي هذا القنت بحال بحال. دابا غنرجع معكم للركنه. شنو قلنا؟ الركنه كتعمريها بنفس طريقه الخدمه، يعني غادي نجيو بحال غادي نخدموا الساريه. فالساريه عندنا طلعه فيها واحد جوج، وفي الثالثه كنطلعوا السلسله ديال الساريه، فغنديرها واحد
يعني كنحسبوا الركاني هادو، ها جوج، ها الركنه الثالثه. فشنو غنولي نرجع نهبط بحال اللي غندير ساريه عاديه. فوالا غادي نعمرها، يعني كنخدم خدمتي عادي. فغنرجع لهاد الجهه وغندير نفس الشيء، غادي يجيو متلاقين، ما عندناش المشكل. المهم ما كيبقاش عندنا الفراغ هنا، كنعمروهم عادي. هنا بغيتي تجري خيط تلصقيه حتى لهنا، يعني بحال مثلا تقد تبقى هكا عادي سامبل، ما كاين حتى شي مشكل. بغينا نعمرو الوسط كامل حتى هاد المربعات هادو هكا يعمروا، نعمروهم. ما بغيناش نجرو غير من هنا، بحال مثلا غنجرو غير من هنا واحد جوج ثلاثه د الغرزات وغنلاقيوها في الرويس. بغينا نعمرو حتى هادو غادي نجروه حتى هنايا واحد جوج ثلاثه وغنعمروهم. فغتجي الركنه عامره وفي بنفس الطريقه ديال الخدمه. فغنجيو للوسط ديالنا كيفاش نحسبوا فين نحطوا رشه صغيره، نخله صغيره. فانا عندي الورقه يعني حالها ساهل، الورقه حالها ساهل، عبار الورقه حالو سهل. فغادي تجي انفصل راس مع الراس، ها هو باين. ديري القيط قيطه في الوسط، وهنايا نفس الشيء ونفس النقطه، يعني جايه جاتني نفس الكوزه تقريبا. هنا انا غندير لكم غير شيشه غير خفيفه، فوالا نجر لها هذه هكا، ندير غير وحيده غير خفيفه غير باش نوضح لكم. هكذا حنا دابا هكا عندنا المنديل ديالنا كمل. بقى خاصنا غير انه يتحبك من كل الجهات. كنتمنى ان الفكره تكون عجباتكم، وان شاء الله دابا نبدا معكم تطبيق دروس على الثوب ان شاء الله بتناسق الالوان ديالهم. مهم هذا هو الاقتراح ديالي اليوم باش نرجع نبدا معكم لي فيديو من مدى جديد. وغنخليكم من بعد مع الصور، يعني كما قلت كل صوره عليها رقم الفيديو، لاني درت لكم موديلات بهذا الشكل هذا. فيديوهات ديجا حطيتهم لكم في القناه باش هكذا يكون عندكم ديجا طريقه الخدمه في الفيديو. اللي بغات تطبق، اللي بغات تجرب، الله يسهل على الجميع. تجرب دير منيدلات، تحاول يعني كما نقولوا ما عرفتش كيفاش نقولها، اللي بغات تجرب انها تبدا مشروع صغير، يعني تبيع هكا، يعني غادي تاخدي الثوب، تاخدي الخيط ديالك، تحسبي ثمن الخيط اللي دخل لك والثوب اللي دخل لك، وتزيدي عليها تقريبا النص. يعني مثلا واحد المنيدل دخل لك نقولوا مثلا 25 درهم، تقدري تبيعيه ب 50 درهم. المهم حسب. هذه هي الفكره اللي بغيت نعطيكم اليوم، وان شاء الله كنتمنى التوفيق للجميع، وكنتمنى انكم ما تنساونيش من لي لايك والبارطاج مع الاهل والاصدقاء باش تعمل فائده على الجميع. خليتكم على خير، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، ونخليكم مع الصور.